يعني هقول لكم الخلاصة كده في موضوع حسين الشحات والشيبي وأجري على الله، عشان الكلام كتير وفي هبد كبير قوي موجود الفترات اللي فاتت دي. يا جماعة، في ناس بتسخن الطرفين. الشيبي طلع وقال لك أنا عايز اعتذار، يكون اعتذار بشكل رسمي، يكون مقبول من حسين الشحات. قصة بقى ان محامي حسين الشحات يسخن الدنيا وانا هطعن بعدم الدستورية، نفس الحال الناحية التانية محامي الشيبي احنا هناخد حقنا وهناخد حكم حبس ضد حسين الشحات. دي كلها حاجات تسخين وقصص. في النهاية الامور هتوصل لطريق مسدود، خاصة ان الناس كلها جربت ان اتحاد الكورة ممكن يحل الازمة او يكون يعني طرف. الراجل في اتحاد الكورة والناس كلها في اتحاد الكورة خلعت وقال لك ده شأن داخلي وده رد الفيفا واحنا ملناش علاقه. كل ما نرجوه الفتره اللي جايه، زي ما سمعنا كلام كده من رضا سليم انه بدا يتدخل وبيحاول يهدي الاجواء، اتمنى ان يتدخل العقلاء ويهدوا الدنيا ما بين الاتنين وما بين بعض، ويطلع حسين الشحات. مفيش مشكله، الراجل نفسه اعترف عشان محدش يقول ده ما حصلش. الراجل اعترف قبل كده حتى في وسائل الاعلام، ومن ضمن الاعترافات دي كانت موجوده في برنامج رامز جلال انه اخطا. مش عيب ابدا يا حسين ان اي حد عرضة انه يخرج عن شعوره انه يخطئ، الكلام ده كله امر طبيعي. لكن التمادي في الغلط وانك تسمع للناس اللي بتسخن هنا وتسخن هنا، في النهاية وصلنا لطريق مش ظريف. انت متأثر لحد كبير مستواك الفني بالمشاكل اللي موجودة، وده امر واضح جدا الناس كلها ممكن تكون شايفاه. عشان تقدر تركز، وعلشان الاهلي ومنتخب مصر محتاجينك الفترة اللي جاية. يعني ما امله واتمناه انك انت تطلع بتصريح رسمي والعقلاء يتدخلوا ويحلوا القصة، علشان ما توصلش لطريق اعتقد هيبقى صعب جدا.